كل واحد منا في قلبه حكاية، كل واحد منا في قلبه حكاية. أنا نحكي لك بصح قبل ما نبداو ما تنساوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قلبي تعمر ونسحق رايكم البنات. أنا تزوجت في أوت، راجلي عسكري. بدات المشاكل من السنتين الأولى تاع العرس. يضربني على والو وعلى حاجات تافهة، ضربني قداه من مرة، وكي نجي نقول دارنا يهددني بالطلاق. نسحق حاجة نقول له خلي لي مصروف في الخاص، ما يحبش يخلي لي، يقول لي تخصك حاجة طلبي دارنا. وزيد يقعد يبهدلني كل مرة على طياب، يعايرني ويقول لي ما تعرفيش تطيبي، وانا والله يا البنات نعرف نطيب خير منهم، غير هما يحبوا الماكلات العجائن ناقصة طماطم وتوابل تجي صنطة، وانا ما نحملهاش وما نقدرش ناكلها. يقول لي تعلمي طيبي كيما دارنا، درت في خاطره وليت نطيب كيفهم، مالغري ما ناكلش مليح وما عجبتنيش طريقتهم. كامل كي يحبوا يخرجوا ينحي على قلوبهم يخرجوا وقت ما يحبوا، وانا كي نحب نخرج يحبسني ويقول لي ما تخرجيش. تعبني بزاف. دوك انا بالحمل وهو خدام، قلت له قبل بيامات رايحه لدارنا، وعلى مشكل خفيف دابزنا وقال لي ما تروحيش، وانا قلت لدارنا العشيه هذيك باه تفوتوا تدوني معكم. ومع الواحد تقلقت بزاف، قلت له بابا وماما جايين وانا مروحه، كوبا عليا تليفون. جاو دارنا العشيه داولي وفي الليل عيط لي قال لي تشوفي واش ندير لك على الخرجه تاعك، وقال لي راكي مطلقه. دوك فهموني يا ناس واش ندير معاه، هذه المشاكل كل ما حكيتهمش الوالديه، بس كذا حكيت ما يسكتوش وخفت كاش ما يدير له خويا. دوك دبروا عليا تعيشوا، واش رايكم؟ واش تعطوني حل؟